أهلا بكم يا دكاترة المستقبل. أنا دكتورة منار محمود الوكال، وده كورس المصطلحات الطبية، وده كورس مخصوص للطلبة اللي لسه داخلين طب. عارفة قد إيه أول سنة ممكن تبان صعبة ومرعبة، بس صدقوني مع بعض كل حاجة هتبقى سهلة. الكورس ده هيساعدكم من أول يوم، هنفهم المصطلحات الطبية خطوة بخطوة، نكسر رهبة الكلمات الطويلة اللي هتقابلنا في أول سنة، وهنمشي مع بعض لحد ما تبقوا واثقين في نفسكم وواثقين من كل كلمة طبية هتقولوها. وده مش مجرد فيديو واحد، ده كورس كامل وشامل مقسم لحلقات خفيفة، كل مرة هنتعلم حاجة جديدة ونطبق عليها لحد ما نغطي أهم المصطلحات اللي هتقابلكم في السنين كلها. يعني اعتبروا إنكم داخلين معايا لعبة بازل كبيرة بس بلغة الطب. مبدئيا كده احنا هناخد مقدمة بسيطة في الفيديو ده، السر السحري ازاي اي كلمة طبية بتتفكك، لان اي كلمة طبية بيبقى ليها prefix و root و suffix، وهنعرف معنى الكلام ده. prefix اللي هي البادئات، الsuffix اللي هي اللي بتيجي في نهاية الكلمة، والroot words اللي هي جذر الكلمة او معنى الكلمة او اصل الكلمة. وكمان هناخد كويز على الحاجات دي، بيكون كويز خفيف لطيف كده، تمام؟ هنعرف منه هل احنا فهمنا وهنطبق اللي احنا فهمناه. وطبعا هنقول اشهر المصطلحات الطبية اللي لازم اي طالب طب يكون عارفها. طيب زي كلمة مثلا هايبر كوليستروليميا، تمام؟ هايبر كوليستروليميا هنا هي بتكون معناها ايه؟ احنا قلنا ان اي كلمة طبية بيكون ليها prefix، تمام؟ وروت اصل الكلمة، وsuffix اللي هو بيجي في نهاية الكلمة. طيب كلمة هايبر، تمام؟ هايبر هنا معناها زيادة او عالي، ماشي؟ بتدي فكرة ان الحاجة كتيرة او عالية، تمام؟ كوليسترول، تمام؟ هي الدهون الموجودة في الدم، تمام؟ وكلمة إيميا اللي هي السفكس اللي بتيجي في نهاية الكلمة، تمام؟ دي عبارة عن ايه؟ دي بتحدد المكان او الحالة، تمام؟ ان هو بيحصل فين اللي هو الهايبر كوليستروليميا، ان زيادة الدهون دي بتحصل فين؟ بتحصل في الدم، معنى ايميا الدم. طيب يبقى احنا كده هايبر كوليستروليميا خدنا فكرة بسيطة كده ان البريفكس الروت اصل الكلمة هي الكوليسترول، تمام؟ اما بداية الكلمة هايبر عالي، يعني الكوليسترول عالي في الدم او الدهون بتكون عالية. وخدنا إن أي كلمة زي ما قلنا بتتكون من prefix وروت وsuffix، يعني بداية الكلمة وأصل الكلمة، تمام؟ ونهاية الكلمة. على سبيل المثال برضو كلمة unbelievable، تمام؟ unbelievable هنا معناها إيه؟ هنا عندنا كلمة believe اللي هي أصل الكلمة، هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن هو فعل اللي هو يصدق أو يؤمن، تمام؟ ولكن جت اللي هي ال on اللي هي في الأول اللي هي البريفكس، تمام؟ دي بتنفي الكلمة نفسها، تمام؟ يعني عكس الحاجة، ماشي؟ وable اللي هي معناها قابل أو من الممكن، تمام؟ بتحدد إمكانية أو وصف الشيء، تمام؟ فهنا كلمة believe أو الverb believe، تمام؟ هو يصدق أو يؤمن، ولكن جات البريفكس غيرت المعنى وجات السفكس غيرت المعنى بالكامل، بدل ما هو قادر إن هو يصدق الحاجة دي believe able، تمام؟ جه البريفكس اللي هو بداية الكلمة اللي هي on، تمام؟ ونفت الجملة نفسها أو نفت الكلمة نفسها وبقت unbelievable. وكده زي ما شفتوا نفس القاعدة اللي شرحناها تنفع مع الكلمات الطبية والغير طبية، يعني أي كلمة كبيرة لو قسمناها prefix root suffix، تمام؟ هتبقى سهلة جدا. يبقى السر السحري عندنا أي كلمة هتفكوها كده هتفهموها بسرعة، واحنا هنا عشان نخلي الموضوع لعبة مش تعقيد. ودي كانت حاجة كده بسيطة جدا جدا. المرة الجاية هنبدأ مع أول وأهم جزء اللي هي البريفكس البادئات، هنعرف ازاي كلمة زي هايبر جلايسيميا أو براديكارديا تشرح نفسها بمجرد نفهم البادئة. وما تنسوش تعملوا فولو سبسكرايب ولايك، وباي باي.